انت دلوقتي قاعد في بيتك في امان، بس اللي هقوله لك حالا ممكن يغير نظرتك للعالم كله. تخيل كده انك ماشي بسرعة خرافية، سرعة تعدي سرعة عربية، تعدي سرعة قطار، تعدي سرعة طيارة حتى. انت دلوقتي ماشي بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة، بس مش ماشي في شارع، انت بتلف حوالين كوكب كامل. والأغرب، انت مش حاسس بأي حاجة. الأرض، الكوكب اللي إحنا عايشين عليه، بيتحرك بسرعة مرعبة حوالين نفسه وحوالين الشمس، وحياتك كلها ماشية فوق وكأنك ثابت، كأن مفيش حاجة بتحصل. النهاردة هنتكلم عن واحد من أغرب الألغاز اللي في حياتنا. إزاي الأرض بتلف ومش بنحس؟ هل فعلا إحنا مغيبين عن اللي بيحصل حوالينا؟ ولا في تفسير علمي بسيط بس محدش واخد باله منه؟ سؤال بسيط بس وراه علم وفيزياء وفلسفة وتاريخ من التجارب اللي كانت بتدور حوالين الحقيقة دي. جهز نفسك، اللي جاي ممكن يخليك تبص من الشباك وتقول لنفسك: هو أنا كنت عايش في كدبة؟ ولا كنت سايب العلم يعدي من جنبي وأنا مش واخد بالي؟ يلا بينا نبدأ. الأرض بتلف حوالين نفسها، وده اللي بيعمل الليل والنهار. الدوران ده بيتم كل 24 ساعة تقريباً، بس السرعة اللي بتلف بيها مش بسيطة خالص. عند خط الاستواء الأرض بتلف بسرعة حوالي 1670 كيلومتر في الساعة، يعني أسرع من طيارة. وكل ده وإحنا قاعدين بنشرب شاي على الكنبة. غير كده، الأرض كمان بتلف حوالين الشمس بسرعة حوالي 107 ألاف كيلومتر في الساعة. السؤال اللي فعلا بيحير ناس كتير: لو الأرض بتلف بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة حوالين نفسها و70 ألف كيلومتر في الساعة حوالين الشمس، ليه إحنا مش حاسين بأي حاجة؟ ليه مش حاسين بدوخة ولا بنتهز ولا حتى بنسمع صوت حركة؟ الحقيقة إن اللي بيخلي جسمك يحس بالحركة هو التسارع، مش السرعة نفسها. يعني إيه؟ لو أنت راكب عربية وهي ماشية بسرعة ثابتة، مش بتحس إنك بتتحرك، لكن أول ما تدوس فرامل أو تدوس بنزين فجأة بتحس إنك اتزقيت لقدام أو لورا. ده اسمه تسارع أو تغير في السرعة، وده اللي بيخلي جسمك يحس إن في حركة. الأرض بقى حركتها منتظمة وثابتة، يعني مفيش تغيير مفاجئ، مفيش فرامل. إحنا ماشيين معاها زي ما بنركب أسانسير، نازل ببطء، بننزل بس مش حاسين. كمان في نقطة تانية مهمة: أنت مش لوحدك اللي بيتحرك، كل حاجة حواليك بتتحرك بنفس السرعة. الكرسي اللي قاعد عليه، الهواء اللي بتتنفسه، الكمبيوتر أو الموبايل اللي قدامك، كل ده ماشي بنفس سرعة دوران الأرض. يعني مفيش حاجة بتتحرك بالنسبة ليك، فمخك يترجم ده إنك ثابت. زي مثال بسيط جدا: لو أنت واقف في قطر ماشي وكل اللي حواليك ثابت، مش هتحس إن القطر بيتحرك. بس أول ما تبص من الشباك وتلاقي المحطة بتعدي، ساعتها بس تحس. مخك كمان بيتعود على الثبات من وانت طفل، وانت عايش على كوكب بيتحرك بسرعة جنونية. فمخه قالك من الآخر: ما تعتلش، ده الطبيعي. وهو ده فعلا الطبيعي بالنسبة لينا كبشر. يعني كل يوم وانت نازل تشتري حاجة، انت في الحقيقة راكب مركبة فضائية ماشي بيها في الفضاء بسرعة جنونية، بس ولا دوخت ولا حسيت. غير كده، في عامل تاني بيخلينا ما نطيرش: الجاذبية. الجاذبية هي القوة اللي بتسحبنا لتحت وبتخلينا لازقين في الأرض. حتى وانت بتلف، الجاذبية شغالة زي المغناطيس، بتسحبك لتحت وبتمنعك تحس بالحركة دي. يعني احنا بنتحرك بسرعة رهيبة، بس الجاذبية عاملة توازن رهيب ومخلينا مش حاسين بحاجة. طيب، هل الموضوع ده كان معروف من زمان؟ لا، في تجربة عبقرية عملها عالم اسمه فوكو سنة 1851. جاب بندول طويل وعلقه في السقف وسابه يتحرك. لقى إن اتجاه حركة البندول بيتغير مع الوقت، وده معناه إن الأرض بتلف حواليه مش العكس. دي كانت أول تجربة فيزيائية بتثبت دوران الأرض قدام عينينا. كلنا لاحظنا حاجة وإحنا بنتفرج على السماء: النجوم بتتحرك، صح؟ بس الحقيقة إن النجوم ثابتة وإحنا اللي بنتحرك. السماء بتدور حوالينا لأن الأرض هي اللي بتلف. ده كمان بيبان في صور التايم لابس اللي بتطورينا حركة النجوم بشكل دايرة حوالين نجم الشمال. مخنا معمول بطريقة معينة، بيحس بالحركة بس لو في تغير مفاجئ. يعني لو أنت قاعد وفجأة اتزحلقت بتحس، لكن لو قاعد على حاجة بتتحرك بثبات، مخك يتجاهلها. ودي نفس الفكرة في دوران الأرض: مفيش صوت، مفيش اهتزاز، مفيش مفاجآت،
فمخك بيترجم ده كأنك واقف ثابت رغم إنك طاير حرفياً. السؤال ده شكله بسيط، بس وراه مصيبة بجد. تخيل معايا الأرض وقفت فجأة عن الدوران، يعني كانت ماشية بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة حوالين نفسها، وفجأة قالت ستوب. إيه اللي هيحصل؟ المفروض تسأل نفسك، لما عربية بتكون ماشية بسرعة عالية وتفرمل فجأة، اللي جواها بيحصل له إيه؟ بيتزقى لقدام. نفس الفكرة، بس على مستوى كوكب كامل. يعني كل اللي على وش الأرض، البني آدمين، المباني، العربيات، المحيطات، الأشجار، الحيوانات، كل ده هيتزق فجأة بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة ناحية الشرق. حرفياً الناس هتتطير، البحر هينقلب، المدن هتنهار. يعني كارثة كونية، مش زلزال ولا إعصار. ده أكبر من كل الكوارث دي مجتمعة. المحيطات مثلاً، لو الأرض وقفت، المية هتستمر في الحركة بنفس السرعة القديمة، فهتعمل تسونامي عالمي. الموج هيغرق القارات كلها. الهواء نفسه هيتحول لرياح قاتلة سرعتها توازي إعصار، بس على مستوى كوكب كامل. يعني عمارات تتخلع، مدن تتكنس من على وش الأرض. الاحتكاك الناتج من الوقفة المفاجئة هيولد حرارة مرعبة، ممكن يولع في الأرض من كتر السخونة. تخيل كل ده بيحصل في ثانية. طيب لو وقفت ببطء، يعني مش فجأة، الوضع هيكون أقل عنف، بس برضه مأساوي. الأيام هتطول جدا، يوم ممكن يبقى 6 شهور، يعني شمس ساطعة 6 شهور وليل مظلم 6 شهور. ده هيبوظ النظام البيئي، الزراعة، النوم، الصحة النفسية، كل حاجة. الحمد لله إن ده مش بيحصل، لأن الأرض محكومة بقوانين كونية دقيقة جدا، والجاذبية بلس طاقة الحركة عاملة توازن رهيب. بس الفكرة في حد ذاتها تخوف، صح؟ يخلينا نفكر قد إيه إحنا عايشين فوق خط رفيع جدا بين النظام والفوضى، وإن اللي بنعتبره عادي زي دوران الأرض هو في الحقيقة معجزة مستمرة. هنا بقى نرجع للعلم. مش لازم تحس علشان تصدق. العلم بيقيس، بيحسب، وبيفهم، حتى لو جسمنا مش بيحس. وأي عالم فلك أو فيزياء يقدر يوري لك الحسابات اللي تثبت ده، سواء من حركة الشمس أو من التجارب الأرضية أو من الأقمار الصناعية. الحقيقة الأرض بتلف فعلا وانت ماشي معاها، حتى لو مش حاسس. اللي حوالينا أكبر من إحساسنا، وأوقات اللي مش بنشوفه هو اللي بيحدد كل حاجة في حياتنا. لو الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عشان لسه عندنا أسئلة غريبة وأجوبة أغرب. سيب لي رأيك في الكومنتات. تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه؟ ويا ترى في حاجات تانية حوالينا مش حاسين بيها؟